أعضاء مجلس محل الريني وباسم لجنة إفشاء السلام وباسم الهيئة التدريسية في الريني من مدراء ومعلمين ولجان طلابية مع حفظ الأسماء والألقاب. أشكر لكم حضوركم إلى حفل تكريم المعلمين المتقاعدين، حيث أطلقنا عليه اسم يوم المعلم الأول، تيمنا بلقاءات دورية في قادم الأعوام، متمنين لكم طول العمر وأتم الصحة والعافية. حضرات المعلمين والمعلمات، سابقة هي الأولى من نوعها في الداخل العربي، وبمبادرة من لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن اللجنة القطرية وبرعاية المجلس المحلي، تم الاتفاق على تحديد يوم من كل عام يتم فيه تكريم المعلمين المتقاعدين في كل من قرانا ومدننا في الداخل. في هذا الحفل سأقوم بإعطاء نبذة عن لجنة إفشاء السلام القطرية وطريقة عملها والهدف من إقامتها، ولكن قبل ذلك لابد لي من إعطاء الحق لراعي هذا الحفل بإلقاء كلمته الأولى، وقد كان وما زال سباقا معطاء لكل ما فيه خير لهذا البلد، والذي أبى إلا أن يكون هذا الحفل على مستوى يليق به. لذا أدعو السيد الرئيس جميل بطول أبو باسل لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. أهلا فيكم. أنا اليوم بمعيتكم من أسعد الناس في هذا اليوم. هيك أنا شوي مترجيش كيف تحكوها، بس شهر البكري نشوف وجوه الريني بنت في كوادر رجالها وكوادر معلمينها، سقطت رجال، أسست محبة. والفرق اليوم شاسع بين الجيل اللي تقاعد والجيل الموجود اليوم، تغيرت النظم كلياتها. وانا بتذكر ابوي لما اخذنا سجلنا في مدرسه دير اللاتين، حكى كلمه: انا ابني مش جاي اعلمه بس، جاي كمان بده تربيه، انه نربي اولادنا. كانت مؤسسه التربيه وزاره التربيه والتعليم حتى اليوم التربيه ضلت التعليم. فانا بحكي عن نفسي كطالب، واللي شفته اهلا وسهلا. وين يعني وين جوزك؟ تفضل. واللي انا شفته ورأيته في قسم علمني هو ابو خالد رئيس مجلسنا السابق، الله يطول عمره. كنت شوي مشكلجي على الحق، بس كان دائما يوقف عند الحق، يوقف. الاستاذ صبحي العدوي موجود عندنا، ابن الريني صبحي العدوي، مش ابن طبعاني معلمي، كنا نتناوش كثير احنا وياه. سلام تحكي شغله 3 شغلات بالحياه اوعى تستغني عنها: اللي وقت الضيق لا بفلتك، وقت غضبك ما بزعل منك، واللي اعطاك بدون حساب. اللي اعطى بدون حساب الاب، الام، الاخ، يعني بنجمعوا بكلمه واحده بالمعلم. معلم اللي اعطى من غير حساب ولا استنى لمردود، وافنى وضحضح وبلا شيء. فاحنا بنقول لكم انتوا على راسنا وعيننا، بارك الله فيكم، شكرا لحضوركم. احنا شغلتنا كانت لازم تكون من اول سنه، كانت بس بيقولوا بالخواجات بالعبري بتحكيها استاذ فتحي نحوي كثير. عادية الوخار ما اشير بخلال نوم، عملناها، تعوقنا، بس شو بنعمل؟ نضلنا مكملين معاكم. كلمة شكر للرعيل الأول اللي بنى أسس والأعمق في بلدنا حتى في مجتمعنا عامة. لكم منا شكر خاص رئيس مجلس ريني، أعضاء لجنة أولياء الأمور، لجنة التعليم، وكمان لجنة إفشاء السلام، وطاقم موظفين مجلس الريني المحلي. شكرا على حضوركم، وإن شاء الله بيطول أعماركم بالخير والصحة والسعادة. كمان زميلنا تعذر حضور كمان أكم معلم اللي هن عندهم حالة وفاة، زميلنا قائم بأعمال الرئيس جميل بوانسي،
وفت امه الله يرحمها ويطول اعماركم. فحضوركم اليوم كمان بيضفي علينا هيك بسمه وشيء كمان طاقات ايجابيه اللي احنا محتاجينها نكمل في برنامجنا، نبني الرينه، نبني بلدنا، لانه انتم تاج البلد وانتم الكل واحنا نشتغل بس عشان اولادنا واولادكم. شكرا للجميع كمان. أشكر السيد جميل الشور على كلمته الطيبة وعلى استضافته لنا، ونتمنى له دوام التوفيق في مسيرته المعطاءة والمتواصلة. الآن أنتقل بحضراتكم إلى حيثيات إنشاء لجنة إنشاء السلام. فكما هو واضح لكل متابع لمجريات الأحداث، فإن مجتمعنا يسير بخطى حثيثة نحو الهاوية كحصان هائج أفلت من عقاله وليس له من رادع، وذلك بسبب العنف الذي استشرى بمجتمعنا، فرمل النساء ويتم الأولاد وثكل الأمهات وأدمى قلوب الآباء، فكان لابد من قيام جهة تضع حدا لهذه الآفة المستمرة. أيها المعلمون والمعلمات الأجلاء، أسألكم بالله وأنتم قدوتنا في الماضي والحاضر والمستقبل، إذا كنا نعيش في مجتمع واحد وفي سفينة واحدة، فهل نسمح لبعض ركابها أن يخرجوها؟ بالطبع لا. إذا لأننا إن تركناهم يفعلوا غرقوا وأغرقونا معهم، وإن أخذنا على يدهم نجوا ونجونا. إذا ما العمل؟ لابد من قيام جهة تضع حدا لهذه الآفة المدمرة، ولابد من التصدي لهذا العنف الوافد، ولكن بأساليب مدروسة. لذلك وبحق الله قامت اللجنة القطرية في البلاد باتخاذ قرارات حاسمة كان مآلها أن تلقي مهام الإصلاح وإفشاء السلام على عاتق فضيلة الشيخ رائد صلاح، فشكل لجنة قطرية لإفشاء السلام، ثم جاب البلاد طولا وعرضا لتشكيل لجان محلية تنطوي تحت سقف اللجنة القطرية، وذلك بعد أن أعد مخططا طويل الأمد يهدف إلى قطع دابر العنف، هذا إذا ما التزم الجميع به، وهو منشور على صفحته لمن أراد الاستزادة. وقد شمل المشروع تحفيزات كثيرة، شملت المجالس في القرى والبلديات في المدن، وشملت المدرسة والجامع والكنيسة والكليات والجامعات وحتى الحارات الطيبة، وهو عبارة عن هرم تسلسلي يبدأ من القاعدة العريضة منتهيا برأس الهرم. لا يتسع الوقت لشرحها بالكامل، ولكن أعلمكم أنه في قريتنا تم إنشاء لجنة محلية بمواصفات محدودة يقف على رأسها السيد زياد جمال تطور أبو طارق، وهو بمثابة حلقة وصل بين اللجنة القطرية واللجنة المحلية، ولجنة أخرى نسائية على رأسها الأخت زهير قصور. وقد تبنى المجلس في الرين هذا المشروع، وقام بانتداب أعضاء من المجلس للانتساب لهذه اللجنة بضمنهم الرئيس بنفسه. وبعد الكثير من المقابلات بين الشيخ والرئيس واللجنة وأئمة المساجد ورعاة الكنائس، بدأنا بترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، فكان لابد لنا من أن نبدأ بشكر من لهم فضل كبير علينا وعلى مجتمعنا في إرساء السلام، ألا وهم أنتم. ولأنكم الأصل وجب علينا أن نشكركم عرفانا منا بدوركم الذي قمتم فيه عبر تنشئة الأجيال. وكما قيل من فات قديم تاه، لا ولن ننسى فضلكم علينا، فأنتم من خرج الأطباء والمهندسين والمعلمين ورؤساء المجالس وحتى أصحاب الحرف والمهنيين، وذلك بأنكم ربيتم أجيالا تعرف معنى الحب والعطاء، وتنبذ العنف على أشكاله خصوصا في قريتنا الواجعة. ونحن اليوم أحوج ما نكون إليه هو أن نعود إلى تلك القيم التي ربيتمونا عليها وغرستموها في كياننا، فأنتم أوتار الحياة وقوس المعاني، فلكم منا كل الحب وكل الشكر والعرفان. من هنا أدعو الدكتور الأستاذ حسين منصور، وقد انضم مؤخرا للجنة إنشاء السلام المحلية، ليعطينا لمحة عن دور المعلم قديما وحديثا في إنشاء السلام، فليتفضل مشكورا. وأعضاء التغيير المحترمين، أطراف أعضاء التربية والتعليم ولجان أولياء أمور الطلاب ولجنة إفشاء السلام المحترمين،
المعلمون الأفاضل، الحضور الكريم، مع حب الأسماء والألقاب، الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي أبان للعباد منهج التربية القويمة في قرآنه المجيد، وأوضح للعالمين مبادئ الخير والهدى والإصلاح في أحكام شرعه الحنيف. دور المعلم في إفشاء السلام. طبعا المعلم بصيغة المذكر والمؤنث، لا ننسى فضل المعلمات الأفاضل. ما من شك في أن المعلم له دور في إفشاء السلام ونقل المعرفة وبناء شخصية الإنسان من خلال تفاعله مع من حوله من أناس في بيئته الاجتماعية. وقد يحدث هذا الدور عن قصد او دون قصد، ويبقى التفاعل المباشر بين المعلم وطلبته، ويؤدي ذلك الى التطور العمراني والازدهار والاستقرار في المجتمع، كما قال ابن خلدون في مقدمته ان العمران بحاجه الى العلم، والعلم بحاجه الى التعليم، والتعليم بحاجه الى المعلم. ومن هنا يكون المعلم بالفعل هو عماد صلاح وتطور المجتمع. فالمعلم رسالته مقدسة مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. قال تعالى: باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، إلى آخر السورة. وقد استمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم، حيث قال: إنما بعثتم معلم، وقال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموه، وقال: خيركم من تعلم وعلم. وهذا يؤكد على قدسية مهنة التعليم، وبالتعليم تستطيع الأمة من إقامة أعرف الحق. المعلم يحمل في أعناقه أمانة الطلاب، ويجعل الجاهل متعلما، ويبني سلوكه القويم، ويعدل السلوك المعوج، ويشارك الإنسان في بناء المجتمع، ويدرس فيه القيم والأخلاق الفاضلة النابعة من ديننا وتراثنا وتاريخنا وحضارتنا، ويدرس فيه حب الابتكار والإبداع والحداثة وحب الناس وعمل الخير وإفشاء السلام بينهم. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر العديد من القيم الفاضلة، منها الإحسان والعدل والاستقامة والاحترام وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر وعدم التكبر والتعالي على الآخرين، والاعتداد بالمشي وعدم التحدث بصوت عالي، والعفو عند المغضب. كما ذكرت السنة النبوية الشريفة بالعديد من القيم وآداب السلوك والتصرف بين الناس، وعبارات التحية والسلام التي تقوي العلاقات بين أفراد الأسرة والمجتمع. ومن هنا يكون للمعلم دور في إفشاء السلام من خلال توجيه سلوك الطلاب ونوعية المعارف التي ينقلها له، كما له تأثير في المجتمع من خلال الدور الذي يلعبه في تغيير شكل القيم وآداب السلوك الاجتماعي والمعارف السائدة في مجتمعه، خاصة المخاطر التي تنجر عن عدم وعي المجتمع، مثل الفقر والنزاع والشقاق بين الآباء والأمهات، حالات الطلاق، مشاهدة أفلام الجريمة، انتشار البطالة في المجتمع وغيره. القيم على هذا الجانب من الأهمية باعتبارها موجهات لسلوك الفرد والمجتمع، فهي إن الدعائم الأخلاقية للمجتمع تساعد في تنظيم العلاقات الإيجابية بين أفراده، ولا يستقيم المجتمع بدونها، لأنه لو فقدها سيفقد أهم مقومات تماسكه وضمان اطمئنان الفرد والمجتمع والجماعة وسير الحياة بطريقة منتظمة في طريق العدل والخير، ويتحقق فيها انضباط الفرد والمجتمع. فالمعلم يعتبر من أهم المحافظين والناقلين للقيم والمعرفة، وأنه يمثل نقطة التواصل بين الأجيال، فيمكن أن يقوي ويدعم الاستمرار في العادات والتقاليد والقيم الفاضلة، كما يمكن أن يكون من عوامل اقتلاعها والقضاء عليها ونشر بذور الفتنة بين الناس. إذا افترضنا عدم وجود القيم في المجتمع ستحل الفوضى بدلا من النظام، ويحل الظلم بدلا من الحق والعدل، والكذب محل الصدق، والخيانة بدلا من الإخلاص والأمانة.
والكراهية بدلا من الحب والألفة، والخصام بدلا من العفو والتسامح وإفشاء السلام، والقسوة بدلا من الرأفة، والشر بدلا من الخير، وهكذا. فأي مجتمع هذا سيكون؟ إنه باعتقادنا لن يكون، لأن البناء مصيره إذ سيأكل بعضه بعضا. إن من صفات المعلم وواجباته أن يوجه ويرشد ويحاسب، لأن التغاضي عن الأخطاء بسبب الحب أو التقدير يعود إلى فساد في التربية. فينبغي على المعلم محاسبة الطالب حرصا على تنشئته التنشئة السليمة، ويجعل عمله في توابع الانسجام. فيجب أن تتوابر بعض خصائص الأبوة في شخصية المعلم كما تجعله قريبا إلى قلوب طلبته يحبونه ويطيعونه بطواعية. وأن مثل هذا الحب تمكن من نفوذ الطلبة فإنه يحقق الكثير في الاتجاه التربوي السليم، لأنه يزيد من تعلق الطلبة بمعلمين وبمدرستهم. ومن الناحية الأخرى فإن وجود بعض خصائص المعلم في شخصية الأب من شأنه أن يعزز دور المدرسة ويكمل عملها، فلا ينبغي أن يعد الآباء تعليم أبنائهم مهمة المدرسة لوحدها، بل وقد يتطرق البعض فيحسب أن أمر تربية أبنائه من واجب المدرسة وعملها، فينصرفوا إلى أمور حياته وعمله وينصرفوا عن علمه ورعايته، مبررا ذلك لنفسه أنه ما دام الولد في المدرسة أصبح واجب المدرسة أن تقوم بكل شيء. وهذا يؤدي إلى نتائج خطيرة في بناء شخصية الولد ويجعله مشتتا بين البيت والمدرسة. لا شك أن المعلم يقوم بالمسؤولية كاملة ويؤدي الحقوق بكل أمانة وعزم وبذل قصارى جهده في تكوين الفرد بكل مقوماته وخصائصه. خلال ذلك فإننا نلاحظ أن دور المعلم في إفشاء السلام ونقل المعرفة موجود ومؤثر، وإن كان يعاني من بعض المشاكل أو أن دوره تقوى وتأثيره قل نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية والتقدم الفكري والمعرفي التي تسود عالمنا المعاصر. فإن ذلك لا يجعلنا نتناسى أو نلغي ما يبذله في المواقف وسلوكيات يمارسها خلال علاقته مع الطلاب وأفراد المجتمع. إن للمعلم تأثير معرفي يتجلى في تأثيره الديني والاجتماعي والعلمي والتربوي على عقول الطلاب، سواء كان بطريقة نقل المعارف الرسمية أو عن طريق معارف غير رسمية. ولهذا يجب على المسؤولين وغير المسؤولين أن يكرموا المعلم وأن يجعلوا منه شخصا قويا يساهم في بناء دين قوي، يساهم في خدمة مجتمعه وأمته، كما ساهم المعلمون الأوائل من القرية أو خارجها الذين علموا في قريتنا الحبيبة الراقية منذ العهد العثماني وحتى يومنا هذا. ونذكر منهم في الكتاب علم المعلم أحمد الحسين، والمعلم الشيخ قاسم عبد الغني الخطيب، والمعلم الشيخ محمد أبو العيون. في المدرسة الروسية علم المعلم عيسى حنا. مدرسة لبرتستان المعلم صالح خليل سكران، المعلم جريس الجسر، المعلم نيكولا موسى. مدرسة اللاتين الآباء الأفاضل أنطون شيحة، إسلام لويس، أنطون رزق، يوسف نيكولا، لياس عودي. مدرسة الرين الحكومية الرسمية المعلم الشيخ قاسم عبد الغني الخطيب، المعلم سامي فوري، المعلم مسعود، المعلم فرج الدراوي، المعلم نبي زامل، المعلم عيسى الفوري، والمعلم مصري نخلي، والمعلم الياس غنيان، وامين زيبق، وعواطف زيبق، وتيريز عبد المنصور، وكريمه سلامي، وعلي عثامي، ومحمود عبد الفتاح، وصبحي القاسم، وجمال زيدان، وسعد السلو، وحنا ابو حنا، وخالد ابو خضره، وجوليا ابو حنا، وسلوى دعاس، وسميره غوار، بشيرة حاج، وظاهر عتاقي، وجودة الرسول، وعمر الرسول، وسميع عيسى الرزق، وتوفيق زعبورة، وتوفيق السيدي، وآخرين. المعذرة لمن أذكر اسمه، القائمة طويلة جدا. ومهما كانت المساهمة محدودة أو متعددة المجالات. ونأمل أن يعود لنا تاريخنا المجيد والمكلل في الحب والعطاء
ومن هنا نبث رسالة إلى معلمينا الذين ما زالوا على رأس عملهم أن اثبتوا فلن تنبعث ثمرة الإصلاح في هذا الظلام الهالك إلا إذا علمتم الناس حقوقهم وواجباتهم وكيف يدافعوا عنها. اشحنوا عقولهم بالعلم، علموهم أن الأزمة تلد الهمة، وعلموهم أن من عجز عن إصلاح نفسه لن يكون قادرا على إصلاح غيره. ولكي لا ننسى، اسمحوا لي أن أذكر بعض أسماء لمعلمين غيبهم الله عنا، أخص بالذكر منهم أخي الأستاذ مصطفى عرابي أبو محمد، والأستاذ علي، والأستاذ صبحي لما كان لهم من أثر علينا، وآخرون كثر رحمهم الله جميعا. وأقول بهم ما استأنست من شعره لأنس الغير حيث تطابق مع واقعنا بحلوه ومره، حيث يقول: الموت لا يمحو رجال الله من هذا الوجود، الحب في دمهم تلون بالثبات وبالخلود، مهما يكن جريان هذا العصر جبارا عنيفا فالحب يجرفه ولكن سيله يبدو لطيفا. اسأل به متسكعا خلف الهوادج والقوافل بين الألوف من المنازل والمتاجر والمراحل، اسألوا أتدري ما الحب؟ الحب يا هذا وثبات أوقات الصفا في نفحة الروح على فؤاد المصطفى. الحب سكرة وردة خلع الجمال عبارها، لعب النسيم بها فقطعت أزهارها. الحب في ساحل الجيوش هو المقدم والنبيه، الحب في الحرم الشريف هو المشرع والفقيه. الحب ليس مغنيا، الحب إبداع الأغاني، أوتاره نور الحياة وقوسه نور المعاني. قبل الختام لابد لي من كلمة شكر لكل من ساعد وأعد لهذا الحفل، أخص بالذكر الأستاذ سفيان موسى لولاه لما تمكنا من التحصل على أسمائكم، والأستاذ عاهد السود الذي جاب بسيارته في أحياء القرية مستذكرا سكان البيوت عما إذا كان يقتله معلم متقاعد فيدون اسمه ويرسله إلينا. وأشكر مديرة قسم الشباب السيدة أحلام معامر حيث تكبدت عناء جمل هذا العمل، والسيد أحمد رسول أبو الأسد على وقفته المتواصلة. وأشكر لجنة أولياء أمور الطلاب على مؤازرتهم لنا، ونشكر مطعم التنور إدارة وعاملين على تهيئة الظروف المناسبة لنا. شكرا لحضوركم. ربنا المحترمون، نحن نقدر تقديرا كبيرا هذا التكريم الذي نعتبره نبتة إيجابية كبيرة وكريمة، ويجب أن يستمر دائما وفي كل المجتمع العربي، كما يجب أن يجعل حدثا سنويا هاما في كل قرية ومدينة في هذا المجتمع. ونحن نشكر المبادرين والداعين والمشاركين في هذا التكريم. المعلمون والمعلمات في المجتمع العربي لهم دور كبير، وهم قادرون حتى بعد التقاعد على تقديم خدمات تطوعية كثيرة جدا ومهمة جدا إذا طلب منهم ذلك وإذا أتيحت لهم المشاركة في التخطيط والتنفيذ. ونحن ندعو المسؤولين في كل المجتمع العربي إلى أخذ هؤلاء المربين في الحسبان دائما في أي مشروع ثقافي، سواء كان في التعليم أو كان في الثقافة عامة في هذه البلاد. كما أن هناك مربين مختلفين قادرون على أن يقدموا خدمات أخرى. أقول نسترجع قبل أن نودعكم، أقول فيها سلام على كل أستاذ ومدرس ومعلم في بلدي، سلام على الذين ما ظلموا مهما ظلموا، سلام على سدنة الحروف أرباب الصفوف، سلام على تلك الجيوب المملوءة بأقلام الألوان، سلام على الأصابع المغموسة أو المغمسة
المؤنسة بألوان الطباشير، سلام على دفاتر التقدير، سلام على كأس الشاي السريع بين الحصتين، سلام على جرس المدرسة النحاسي المنبه على نهاية الدرس وعلى نهاية الدوام، وسلام على صفير النوافذ في الشتاء وعلى سطورة حضرت كل دروس البدايات، سلام على صوت المعلمة المرفوع في نهاية الحصص عند آخر الدوام، سلام على معلمنا الذي علمنا استقامة الحرف واعتدال الصدر، سلام على القلم الأحمر المصحح وكم كانت له من هيبة، سلام على الذين ألفونا لننجح وعاقبونا لنستقيم، سلام على الذين رحلوا عنا بأبجدياتهم باكرة أو سافروا ذات فصل ولم يعودوا إلى الآن، والسلام عليكم ورحمة الله. ומי שיש לו עיניים פקוחות רואה את כולם. מעט דברים נפלאים לפחות יש בעולם, כל מיני ילדים. יש אמיצים ויש נפחדים, יש עליזים ויש נרגזים, ויש מהססים ויש מנסים, יש עצורים ויש פתוחים, יש שחוששים ויש שפתוחים, יש מהירים ויש איטיים, יש עצובים ויש צוחקים, ויש בידינו ציבור המורים, צרור מפתחות שפותחים וסוגרים, ועלינו להתאים בידע ובביטחון לליבו של כל ילד את המפתח הנכון. ومن إياه الله جل في علاه أن أعطاني فرصة عظيمة جدا وكريمة جدا أن أخدم الريني طلاب الريني على مدار 4 عقود وليلة. يقولوا اللي بيشرب من مية النيل بيرجع على مصر. أنا شربت من البير الشمالي وظليت منه. لقيت شرف كبير إني أخدم أهلي بالريني. أولاً طبعاً شكري وامتناني إلى رئيس المجلس المحلي طالبي عزيزي أخي أبو الباسم. شكري للمجلس المحلي، أعضاء المجلس المحلي، مستشارين كبار موظفين، أعضاء المجلس المحلي. شكري لإفشاء السلام، شكري لمفتش المعارف الدكتور خالد حجازي، وشكرا لكل معلم ومعلمة. طبعا أنا بشوف فيكم كل إنسان هو عمليا عالم قائم بحد ذاته. أجل له كل احترامي على عطائه لطلابه، وأيضا على دعمه في إفشاء السلام في القرى العربية وما أحوجنا إلى ذلك في هذا الزمان. الحقيقة أنا جيت الريني، اسمحوا لي أن أذكر شاب يافع، وخرجت من الريني شيخ هرم. طبعا أنا استمتعت في عملي في الريني، استمتعت مع الأهالي، مع أناس احترمتهم وما زلت أحترمهم كثيرا. وهنا أستذكر رؤساء المجالس المحلية وزملائي، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عملت مع رؤساء مجالس محلية، عمي أبو العلي راجل كطور رحمة الله عليه، عمي أبو أكرم، حسن محمود الله يرحمه، أبو عدنان بسول أبو السامر الله يرحمه، أستاذ جمال زيدان أطال الله في عمره، خالد كطور أبو الوليد أطال الله في عمره، وطبعا كمان أبو الباسل أطال الله في عمره. أتذكر من زملائي طبعا معلمي ومديري الأستاذ علي القاسم رحمة الله عليه أبو رامي، الأستاذ مصطفى أولادي أبو محمد رحمة الله عليه، أبو جمال سكرتير المدرسي كمان رحمة الله عليه، وغيرهم الكثير. فكل إنسان عمل في سلك التربية والتعليم، والله أعلم ولا يزكي أحدا
احب اقول كلمه للمتقاعدين. طبعا انتوا لستم بكبار سن، ما زلتم صغيرين في السن. على سبيل الدعاء خالتي رحمها الله عاشت 105 سنين، امي الله يرحمها عاشت 95. لما توفت راحوا قالوا لخالتي اللي هي عمرها 105 اختك فاطمه توفت. قالت لي انعزل انا بعد صغير مش وجهها، انتوا بعدكم صغار. فنصيحتي لكل انسان طبعا بان من يقول بان المتقاعد يفسروها متقاعد، انا ضد هذا الشيء. المتقاعد امامه الشيء الكثير حتى يعطيه، امامه عطاء كثير في عمل الخير وفي المشاريع الشخصيه. نقطه اخرى، امتناني لمعلمين اثنين من الريني علموني في القران، الاستاذ مكرم براسي والاستاذ ظاهر خطيب ابو القاسم. طبعا هون فرصه اسمحوا لي ان ابعث تحياتي وشكري وتقديري للمعلمين. معلمين زمان كانت غير زي المعلمين اليوم، اسمحوا لي يعني. انا بذكر ان الاستاذ مكرم قالوا بده يخطب يوم السبت، قلنا اجى تركين عند الاستاذ مكرم ولا هو جاي يوم الخطبه بتاعته. هاي معلمين قبل، معلمين مخلصين، فتعلمت الكثير منهم. في الجامعه ايضا تتلمذت على يد شخصيتين كبيرتين للريني، دكتور رحمه الله عليه حنا ابو حنا والله يعطينا عمره الطويل، ابو حبيب فهد ابو خضره، الدكتور فهد ابو خضره. فهناك شخصيه صدرت فضلا عن اهل العلم والمعرفه من اهالي الريني. شكرا لكم، انا افتخر جدا بهذه الكرامه التي منحتكم اياها، واطال الله في عمركم، واتمنى لكم ان شاء الله العمر المديد والعمل الخير الكثير. شكرا لكم، اسعد الله